في حي الوافدين بمحافظة واسط يعيش الأهالي معاناة يومية بسبب انعدام أبسط الخدمات، شوارع متكسرة، غياب شبكات الصرف الصحي، وانقطاع مستمر لمياه الشرب والكهرباء جعلت المنطقة تبدو وكأنها خارج حسابات الإدارات. صار لنا 15 سنة استاذ، لا خدمات، لا ماي، لا كهرباء، ماي حتى البوار مكسرة من المجاري. ها شوفت عينك، قصب، أمراض صارت عندنا أشكال وأنواع. تجينا المرشحين يوميا، جت الشركة نزلت الشركة، جت الشركة جت الشركة. والله الوافدين منطقة معدومة. نسوي مظاهرات، لا مسؤول يجينا، لا مجاري، لا شوارع، لا. وهاي تشوفونها قدامكم ماكلة الحياة والعقار. أمام هذا الإهمال يواصل سكان حي الوافدين مناشداتهم للجهات الحكومية والمحلية بضرورة الالتفات إلى منطقتهم وتخصيص مشاريع خدمية عاجلة تعيد لهم جزءا من حقوقهم المهدورة. عدد مالتها تقريب ب7000 نسمة، فنريدنا واحد يعني يوصل لهالمنطقة هاي، منطقة الوافدين، تشوف هذه الأوصاف، تشوف هذا القصب. فما كلنا مرات يعني حتى اكو حتى مدرسة كانت سووها للمجمعات، مدرسة لا متوسطة لا اعدادية، كل شمابية لحد الآن. هاي منطقة الوافدين منكوب، ولا حد يزورها، لا حد يوصلها. هاي شوف المجاري، الوصاخة كلها منتهى العالم، ماكل الذبان والوصاخ الله وكيلك، ما حد يوصلها. والله نوجه المحافظ الجديد بيكة الله يجي يشوف هاي الوافدين، المسؤولين النواب بيكة الله يجون يشوفونا، يدارون هاي المنطقة خطية كلها فقرة وتعبانة، كسب يوم والله وكيلك. هنا حيث يغيب العمران وتحضر المعاناة، يواصل الأهالي تمسكهم بالأمل بانتظار لحظة تضع حدا لسنوات من الحرمان وتفتح أبواب حياة تليق بكرامة الإنسان. من محافظة واسط، حمزة الزرقاني، التغيير.